باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس باسيليوس الكبير، واحد فيهم كان بطرك والتاني رئيس رهبنه. باسيليوس رئيس رهبنه ويوحنا ذهبي الفم كان بطرك. والحقيقه اللي يقرا كلامهم يحس سواء الانبا باسيليوس في الدير بتاعه أو القديس يوحنا ذهبي الفم في الكرسي اللي عليه كبطرك، هما الاتنين كانوا حاسين بالشعب قوي، لدرجة لما ترجمت عظاتهم وكلامهم هنبص نلاقي إن بيتكلموا على الوباء ونتائجه اللي مرت بيه البلاد، واتكلم ذهبي الفم عن الزلزال اللي دمر بيوت وشرد ناس، واتكلم القديس باسيليوس تاني على حاجة اسمها المجاعة. أنا ما كنتش عارف تفاصيل المجاعة دي، بس اتكلم عن المجاعة. يعني ما كانوش مفصولين ككنيسة عن العالم، لأن الكنيسة محطوطة في العالم وشغلتها إنها تحس بالعالم وتدي الدواء للعالم. حتى القديس باسيليوس بالرغم إن المدرسة بتاعته مدرسة رهبانية والرهبان المفروض ما لهمش، لأ، كان بيتكلم على الناس المحتاجة. فأنا بنعمة ربنا أنا وعدتكم إن أنا هتكلم على الضيقة دي، هنبتدي من الأربع الجاي. موضوع الضيقة ده هناخد فيه 4-5 مرات، بس أنا النهاردة جاي أتكلم معاكم عن حاجة اسمها الأزمة الاقتصادية اللي كلنا بنمر بيها دلوقتي. هنتكلم واقعيا ونفسيا وروحيا، ونحاول نلاقي تناول موضوعي كنسي للي بتمر بيه بلادنا وكل أسرة في بلدنا، وإحنا موقفنا إيه من اللي بيحصل. هاخدها معاكم حاجة حاجة. أول حاجة، الأزمة الاقتصادية اللي إحنا بنمر بيها دي مأثرة فينا قوي. امبارح حد من ولادي من ألمانيا بيقول لي إحنا وقعنا في ألمانيا، فتحوا أبوابهم للاجئين كتير قوي ودلوقتي ألمانيا بتقع اقتصاديا. كان عندي حد من كندا من أول امبارح بيقول لي إحنا عندنا غلاء ما شفناهوش، الغلاء اللي حصل في الأسعار في آخر سنتين ما حصلش بقاله 20-30 سنة. في أمريكا بيشتكوا جدا من التضخم، فخلي بالكم إن فعلا العالم كله بيئن، بس إحنا مشكلتنا أكبر. ليه مشكلتنا أكبر؟ لأن هم اوريدي دول عندها، فهم بيشتكوا من معدل الرفاهية بيقل. احنا عندنا مش كده، احنا دولة نامية، وبالتالي المشكلة عندنا بتمس أكلنا اليومي، بتمس أكلنا اليومي زي ما هشرح لكم في النقط اللي جاية. علشان كده حال الناس كلها، ما أنا أب اعتراف وأب فعارف ولادي بيحسوا بإيه. حال الناس نقدر نقول الناس عندها 3 حاجات. أول حاجة مشدودة، 2 محبطة، 3 خايفة. وهشرح كل كلمة في نقطة. مشدودة يعني إيه؟ يعني أنا كنت جاي من مؤتمر فلقيت ولد في تانية جامعة بيقول لي إيه؟ بيقول لي هي يا أبونا الدنيا هتتحسن إمتى؟ قلت له يا ابني ده أنت ما يعني أنت لسه في تانية جامعة، ما يعني مش شغلتك يعني. قال لي لا شغلتي. قلت له شغلتك إزاي؟ قال لي بابا لو حس بعد صباح الخير إن ممكن أقول له أي حاجة يسبق كده، يعني اقول له صباح الخير يقول لي صباح النور، انت ما عندكش دم ولا ايه؟ اقول له على ايه؟ يقول لي ما انت اكيد هتطلب حاجه. فالابهات بقت مشدوده كانها على سيخ نار. يعني بيقول للام كده ما تخليش حد من الولاد يجي يقول لي عاوز حاجه، اعمل ايه؟ ابيع نفسي عبد يعني ولا اعمل ايه؟ فالبيوت مشدوده. يعني العيال خايفه تكلم اهاليها. يعني الاب بيفكر ازاي يخفض المصروف، والواد بيخفض في وسط الغلو ازاي بابا يرفع المصروف. انتوا واخدين بالكم المصالح المتضاربه؟ فدي بتعمل البيت كله اوفر تنس. يعني واخدين بالكم؟ دي اول حاجه. الناس مشدوده. انت بتطلع على الميني باص دلوقتي كان امبارح ب3 جنيه، يقول لك النهارده 5 جنيه. يا صباح يا عليم، مش عارف يقولوا ايه. مش كده حصل النهارده؟ ربنا يعينكم. فاول حاجه الناس مشدوده. طبعا لما انت تقول للسواق بتاع المنبص خليك يقول لك انت عارف السكر بكام؟ انت عارف الرز بكام؟ انت عارف الدولار بكام؟ اي حاجه هيقول لك اي حاجه.
خليكم بس معايا، ما تقطعونيش لو سمحت. فالناس نمرة واحد مجدود، اتنين ايه؟ محبطة ليه؟ هقول لكم مثل صغير كده، اقعد فكر انا جاي احبطكم يا اولاد، بس هو الموضوع فيه شوية كده حاجات يعني ما تضايقوش من اللي هقول. واحد معاه نص مليون جنيه، باع قيراط من الارض على ذهبين غوشتين من ماما، وقالت له يلا حبيبي انت كبرت شوف لك شقة. فهو كان عينه على شقة ب800,000، هيدفع نص مليون والراجل هيقسطهم له. فوجئ ان مرة واحدة النص مليون اللي في ايده في شهرين ما بقوش نص مليون، بقوا ربع مليون كقيمة شرائية. القيمة الشرائية نزلت، والشقة ما بقتش بمليون، يعني اللي محوشه قل والحاجة غليت. انتوا واخدين بالكم الضربة؟ يعني هو كان معاه نص شقة، دلوقتي بقى معاه 8 تمن شقة، ومش هيعرف يجيب 7 أتمان لأنه كان عاتل هم النص. فهمتوا الناس محبطة ليه؟ لأن اللي معايا قل واللي بره غلي. يعني اللي معايا قال خلاص رضينا، كأني اتسرقت، انا راضي بالسرقه، لكن ثبت لي حاجه، يا تسيب فلوسي والحاجه تغلى. انتوا واخدين بالكم الناس قد ايه تعبانه؟ احنا قلنا الناس مالها نمره واحد مشدوده، اتنين ايه؟ محبطه. انا مش جاي احبطكم وامشيكم، انا بس بشرح لكم اللي بيحصل للناس. 3 خايفين من ايه؟ من بكره. يعني الصغيرين محبطين، اللي في سنكم انتم محبطين، اللي كبار اللي في سننا خايفين. بقى خايفين من ايه؟ مفيش دواء. الواحد بيمشي ب6 انواع ادويه دلوقتي، دواء للركب، دواء للظهر، دواء للعين، دواء للصداع، دواء للضغط، دواء للسكر، اي حاجه. يعني في سن معين كده تلاقي نفسك يعني معاك كده علبه كده بتبقى فيها مكعبات، يوم الاثنين الصبح، يوم الاثنين بالليل، يوم الثلاث. عارفين العلبه دي؟ تلاقي كده بقى اللي بيسف له 30 حبه 40 حبه، مش ادمان، لا ده دواء يعني علاج يعني. فيقول لك مفيش دواء، طب هنعمل ايه؟ يبقى يا نهار ابيض، طب لا. فاهمين؟ فالناس كلها يا محبطه يا مشدوده يا خايفه. اللي انا بقوله صح ولا مبالغه؟ صح، بس انا مش جاي عشان اقول كده، انا جاي اوصف حال عشان نتفاهم نتعامل ازاي. لان الزمن صعب، والزمن الصعب نحتاج نفكر بطريقه غير اللي اعتدنا ان احنا نفكر بيها. فهديكم روشته يا 4 يا 5 ادويه، يعني هديكم روشته سريعه ازاي نتعامل فيها. نمره حاجه، اول دواء اسمه الاقلال او التقشف او الاحتياج. القديس باسيليوس قال حته كلمه، انا مش بتكلم علينا احنا الطبقات المتوسطه، هو يعني انا بتكلم على كل حاجه، القديس باسيليوس قال كلمه عجبتني قوي 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 قوي. عارفين قال ايه في المجاعه؟ قال لو كل الاغنياء عاشوا باللي هم محتاجينه بس ما تبقى فقيرا على وجه الارض. تاني انا جاي للنقطه دي بعدين في الاخر. قال لو كل الاغنياء عاشوا بالاكتفاء، يعني انت بتشتكي، لو انا سالتك عندك كم بلوزه هتقولي لي على 7 وكم جيبه بنطلونين وجيبتين اللي طب انت لو فعلا عندك 2 بس واديت ال4 دول لحد تاني وال4 دول راحوا، فمين عايز اقول ايه؟ قال لك لو كل الناس عاشت على حسب الاحتياج اللي عمله ربنا بتخطيطه من ايام الخليقه، كل الناس هتعيش. مشكله في حاجتين. المشكله الاولانيه في ناس عندها كتير وبتجنس اكتر، وفي ناس ما عندهاش واللي عندها بيروح، ففي مشكله اخلاقيه هجيلها في الاخر، بس انا بفتحها دلوقتي. لكن انا وانتوا نعمل ايه؟ اول حاجه نعيش سياسه اسمها سياسه الاقلال. يعني ايه الاقلال؟ احاول اقلل. يعني على سبيل المثال انا بتشرب شاي 4 في اليوم يا ابونا، تاخد سكر 3 معالق في الكوبايه يا ابونا. هي الحاجات دي ببلاش ولا بفلوس؟ ما ردوا عليا، بفلوس ولا بفلوس؟ طيب ممكن يا حبيبي تقلل السكر لمعلقتين، بلاش نص وبلاش ساده، مش هتقدر عليها دي، ممكن يبقوا معلقتين، وممكن ال4 شاي يبقوا 2 شاي. ممكن الحقيقه لو احنا ال5 في البيت، انا افترض بابا وماما واحنا 3، عملنا كده على نطاق بس ايتم واحد اسمه سكر وشاي، الدنيا ممكن تهدى في اخر الشهر. ما انتوا احسبوا بقى، انا وفرت كم معلقه؟ 5 معالق 4 مرات بقوا 3 معالق مرتين. فلا فرقنا.
بس ما حدش عاوز يقلل. انتوا عارفين الازمه اللي احنا بنعاني منها ايه؟ ان احنا اتعودنا على مستوى مش عاوزين نقل عنه، بالرغم ان لازم في النقطه الثانيه هتكلم على حاجه ثانيه. بس الاول كلمه الاقلال. الاقلال، واحد يقول لك يا ابونا انت بتتكلم على رفاهيه، احنا مش لاقيين ناكل، اعمل معروف، نقل ايه نقل ايه؟ هقول لك انا حاسس بيك. انا من اسبوعين 2 يوم الجمعه مروح، بحب اروح ماشي من الكنيسه، بيتي بعيد شويه، فبروح ماشي كده سله في السكه، عديت على مطعم فول، جبت علبه فول. علبه فول كانت ب 8 جنيه. قال لي اجيبها لك محوجه ولا ساده؟ قلت له ساده. ادهاني علبه ساده ب 8 جنيه. انا النهارده يا حبيبي، على فكره العلبه دي لما تحطها في طبق، بس عشان تعرف حجم العلبه قد ايه، تاكل راجل وعيل عنده 2 سنين، مش اكتر من كده. يعني مش 2 رجاله، لا 2 رجاله هيمسكوا في بعض. يعني بقول لك هو عباره عن طبق راجل وعيل. النهارده رحت للراجل بقول له علبه فول، قال لي ب 15 جنيه. قلت له لا انا مش عايز الكبيره، انا عايز الصغيره اللي انا واخدها من اسبوعين. قال لي لا احنا ما عندناش طول عمرنا غير علبه واحده سايز واحد. طلعها لي، قلت له دي اللي خدتها، بس دي كانت انا مش عاوزها بالمخلل، ولا عاوزها ولا عاوزها بالاوبشنز يعني، ولا طالب بتنجال جنبها ولا اي حاجه، سك فول في علبه. قال لي 15 جنيه وراك طابور. قلت له 15. فانا حاسس. وام 15 جنيه برضه هي بتاكل راجل وعيل، يعني ما بتاكلش 2، يعني امامها ما بتاكلش 2. طب هتقول لي قول لي بقى يا ابونا، قول لي بقى يا ابونا، الواحد يعمل ايه في الجوع ده؟ اقول لك تقلل. هتقول لي تقلل ازاي؟ بص انا اقول لكم كلام مش عاجبكم خالص النهارده، بس اقول لك تقلل ازاي. فرضا انا باكل 3 سندوتشات فول، والتانك ما يتعمرش الا ب3 فول، 3 شقق فول، والشقه بقت ب7 جنيه. عايز اقول لك حاجه، جسمك كاحتياج مش محتاج غير 2. انا مش عايز اعد لكم اللقمه، مش عايز اعد عليكم اللقمه، بس انا بفكر في اللي انا بقوله لك. فرضا وبعدين انت اتعودت، يعني انا هفترض انك انت من الطبقه الكادحه اللي اللحمه دي من الاوبشنز مش موجوده، هم 3 فول 3 فول 3 فول. على فكره انت هتعيش ب2 فول و2 فول و2 فول، وهتخس كمان ويبقى شكلك سمارت. يعني بدي لك موتيف اهو انك تقلل. اللي انا عايز اقوله ايه؟ بص يا اولاد، سيبوكم من الامثله الفكاهيه اللي انا بقولها، انا اقصد اصل الكلام صعب فبخففه، لكن هو كلام صعب. فكره الاقلال مش موجوده. اقول لكم حاجه، ممكن اسالكم سؤال؟ كم واحد عنده انترنت واي فاي في بيته؟ يرفع ايده. الاجتماع كله. يعني احنا مش معدمين يعني بنمول الانترنت وشركات التليفون المحمول كل شهر. اقل باقه دلوقتي 150، ما اعرفش يعني 100 150، ما علينا. انتوا واخدين بالكم؟ اوكي زادت. طيب هل انا ممكن ناخد قرار على مستوى البيت لو احنا اسره على قدنا قوي، يا متوسطه يا تحت المتوسطه؟ في ناس مش فارقه معاهم، عنده باقه ب 150 يجيب باقه ب 300، مش فارقه معاه. لكن انا بتكلم على احنا كناس عايشين عيشه على قدنا. هل عندنا مبدا ان الانترنت نقفله الساعة 10 بالليل عشان لو احنا بنستخدمه في دراسة تبقى الدراسة ليها الأولوية، نقعد عليه من الساعة 6 للساعة 10 والبيت كله يقفله عشان ما نزودش الشريحة من 150 ل 250 علشان شوية كلام فاضي؟ واحد اسمه توك توك يطلع لي يقول لي صوت ممثل ويعمل لي حركتين 3 والناس يقول له اعمل لي لايك، اعمل له لايك. لا 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 لا. يقول لك الباقة بتتسحب، بتتشفط. أنا بكلمك على مبدأ في حياتك، أنت تقدر تقلل ولا ما تقدرش تقلل؟ سواء على مستوى الشاي، على مستوى السكر، على مستوى أي حاجة، على مستوى النت، على مستوى الاستهلاك. عارفين أيامنا في الستينات كانت الدنيا سهلة قوي. ليه؟ انزل هات ب5 صاغ جبنة بيضة وب5 صاغ لانشو. أيامنا لما احنا كنا عيال. وممكن نفسكم في عسل بطحينه، قول له بشيلن عسل وبشيلن طحينه، وتاخد معاك كل حاجه والراجل يعبي لك. البقال كان كده في مصر الجديده، كان البقالين بتعمل كده، في الدنيا كلها كانت البقالين كده. دلوقتي الناس بتعمل ايه؟ بتخش حاجه اسمها سوبر ماركت ومعاها عربيه، فيعمل ايه؟
واحده بتقول لي انت عارف يا ابونا النسكافيه جولد بقى بكام؟ طب سوري يعني، ولو ما تشربش يعني ايه اللي هيحصل؟ طب والتاني ماله اللي هو الكلاسيك العادي يعني؟ لا مش كلاسي. سيبوكم من التريقه اللي انا بتريقها، كل واحد ليه مستواه وانا بحترم كل المستويات، لكن انا بتكلم على فكره. هو انا اقدر اتنازل شويه او اقدر اقلل شويه؟ عايز اقول لكم حاجه، انا مش حاسس ان في مشكله بالرغم ان انا عايش معاكم ومرتبي مرتب ثابت في الافريج يعني. عارفين ليه مش حاسس مشكله؟ لان انا شفت زمن انتوا ما شفتهوش. شفت مصر بعد سنه 67. احكي لكم حكايات عشان تعرفوا اللي احنا بنشتكي منه ما كانش حلمنا ان احنا نوصل له. اللي انتوا بتشتكوا منه ما كانش، مش بعايركم زي العواجيز اللي بيعايروا العيال، لا انا بتكلم بواقعيه. بعد 67 يا ولاد حصلت ازمه في مصر لدرجه ما فيش اي حاجه، كل حاجه بطابور، طابور عشان ازازه زيت، طابور عشان بيض، طابور علشان فراخ. انتوا واخدين بالكم؟ في لو انتوا طلعتوا كده على شارع كيلوباترا وحودتوا على الشارع اللي فيه كان مترو زمان بتاع صلاح الدين، محطه صلاح الدين، فيه كده اوتيل كان اسمه شانزليزيه وجنبه جمعيه تعاونيه، كان تيجي عربيه كده قلاب، عارفين العربيه القلاب؟ تنزل الفراخ، الفراخ ما تخشش الفريزر، الفراخ مجمده بس بتتقلب في الشارع، واحنا واقفين طابور. كل واحد يا ولاد ليه فرخه واحده، كانت ثمنها 32 قرش، كان كل واحد ليه فرخه واحده. وخمسة ستة من بتوع الحكومة ما تفهمش مخبرين ولا من شركة التموين ولا بتوع الجمعية التعاونية، كل واحد فيهم ماسك خرطوم عشان لو ايدك اتمدت على فرخة تانية تلاقي زو حاجة كده في الهواء نازلة بتطير بتقطع الهواء وبتنزل على جسمك في الآخر، وتلاقي واحد قال آي سوري ما علينا وترمى على. ليه؟ عشان ده هياخد فرختين. وكنا بقى ايه محطتين بقى ايه يعني الجمعيه دي فيها بيض، الجمعيه دي فيها زيت، الجمعيه دي فيها بتاع، واجري وقف طابور. عايز اقول لكم حاجه، كانت الحاجه قليله قوي 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 قوي، بس كنا عايشين وفرحانين. بس انتوا ما بقاش عندكم سياسه التخلي او سياسه الترك. احنا اتربينا على مجتمع استهلاكي اسمه سياسه الاستحواذ، وعلى كلمه يقول لك البحر يحب الزياده. لا يا ولاد، احنا في زمن صعب في كل حاجة. ده حتى مية النيل واطي لأن في مشاكل في الجنوب وفي سد حجز علينا خير. لازم انت تتعامل مع المية. تصور مثلا ان ماسك الكوباية جايبها من الايه، من بيسموها ايه، المطبقية وات ايفر يعني، جايبها يعني نظيفة مغسولة، تروح عامل اول مليها ومش عشان الرابع تشرب منه. يا اخي كده كده ما فرقتش. انا بقول لكم ان اسلوبنا اسلوب ما يعرفش يعني ايه نقلل، بس احنا في زمن لازم نرحم فيه اهالينا ونرحم اللي حوالينا، ان احنا نبتدي نمارس سياسه اسمها الاقلال. الزياده انا مش عايزه هديه لغيري، ودي جايه بعد كده، بس انا لسه بتكلم في نقطه الاقلال. حتى لو انت غرفت في الطبق، تتصوروا يا جماعه لو احنا جمعنا مصر كلها كل واحد بياكل في طبق قد ايه، حط الفاصوليا، حط الرز على الفاصوليا وضرب هرم في نصه كده، قال لك الواحد مش عارف جات له حموضه، خد يقول لك ما كلش بقيتك، ما كلش بقيتك، ما كلش بقيتك، كلها انت، انا مش قادر. شوفوا قد ايه بيترمي في الزباله. طب دوت ربنا مش هيحاسبنا عليه في الزمن ده؟ طب يمكن في زمن كنا بنرمي فيه، الزمن ده ما ينفعش ترمي فيه. كل ربع رغيف انت رميته عشان ما اكلتوش. انتوا عارفين في ناس اغنياء جدا بس بيخافوا الله. اتعلمت من قدس ابونا مرقس الله يرحم نفسه فكره، ان الرغيف العيش تقسمه، مش تفتحه وترمي نصه. تاكل ربع تدخل في اللي بعده، تاكل اللي بعده تخش ان شاء الله تاكل 6/4 بالهنا والشفا.
بس ما ينفعش تفتح عيش وترميه، لأن في غيرك مش لاقيه، وانت هتتحاسب أمام الله على أي إتلاف في وقت ما يسمحش بالإتلاف. يبقى أول نقطة اتكلمنا عليها نقطة الإيه؟ قلل. ما أنا ما قلتلكش تتحرم، بس تقلل. ما قلتلكش تتحرم، بس إيه؟ تقلل. 2، المرونة. يعني إيه المرونة؟ إحنا أيامنا ما كانش عندنا حاجة، بس كنا بننبسط بأي حاجة. الإنسان اللي مش مرن مع الظروف الصعبة بيتكسر، لكن الإنسان المرن عامل زي الخشبة، الموجة تعلى يعلى معاها، الموجة توطى معاها وما يغرقش. لو انت نفسيتك مرنة هتلاقي نفسك مبسوط بكل حاجة. احكي لكم حكاية. واحد جاي بيشتكي، بيقول لي يا ابونا لما يكون عندي 3 عيال غير ابوهم وامهم، وبنفتح العيش الفينو نحط لحسة جبنة وبيضة مسلوقة للعيل، والبيضة ب6 جنيه، في 35 جنيه، والسندوتشات والجبنة تعملها يعني 50 جنيه بس سندوتشات في اليوم، ادي 1500. حلها لي انت بقى. رحت قلت له هحكي لك حكاية. ايامنا كان عندنا ازمات زي لما كنت بحكي لكم. عارفين كنا نعمل ايه لما العيال تبقى نفسها تاكل بيض؟ كانت الستات العاقله المرنه تقول نفسكم بيض من عينيا. البيض جه عليه وقت بقى قليل، لان كان في حاجه اسمها المجهود الحربي بعد النكسه، فمعظم الغذاء بيروح للجيش، لان كان الجيش بيعيد بناء تسليحه، وكان في شغل ضغط عليهم، فكان اللي بيتبقى قليل. كان ساعتها كده. فكانت الام الشاطره تعمل ايه؟ شوفوا المرونه بقى. عاوزين تاكلوا بيض؟ احنا مثلا هو الراجل عاوز ياكل 5 بيضات كل يوم. لا، الستات بتاع زمان كانت تعمل حاجه بمرونه حلوه قوي. انا مش هتفهموا اللي انا بقوله، لان انا جاي من سفينه نوح لسه نازل اول امبارح، فاللي انا بقوله له دوت في فرق جاب زمني كبير بيني وبينكم، بالرغم ان عايش في بيوتكم برضو وكل حاجه، بس استحملوا الجاب الزمني ده. عارفين الام الشاطره كانت تعمل ايه؟ تجيب 3 بيضات وتربهم على كوبايه دقيق، على حزمتين بقدونس، على بصلتين متخرطين، وتحط عليهم بيكنج باودر علشان تشد حيلها كده، وتروح عامله صينيه قد كده اسمها عجه بيض. ما تعرفوش، اديني قلت لكم وصفه فور فري اهو. تتحط هي. بصوا العجه دي حاجه من الاثنين، يا اما الناس المبسوطه ما تكترش في البيكنج باودر فتطلعها رفيعه كده في حجم رغيف العيش، والناس اللي كانت محتاجه تودي عيالها المدارس تعملها صينيه فتبقى زي الكيكه كده طالعه بعيد عنك مثلثات كده جبسيه شويه، بس يفرفتوها تحت كده بالشوكه ويدخل الواد. كل بيض ولا ما كلش؟ ده ايه؟ بيض ببقدونس وبصل ودقيق وشويه سمنه كمان قد كده. لا تونه ايه؟ تونه ايه يا ابني؟ تومه ماشي. خليكوا بس معايا. فالانسان المرن بيعرف يتصرف. لكن لو انا عندي ثوابت، احنا يا ابونا بناكل 8 كيلو، لا ارجع الاقلال خليهم 5 كيلو. طب احنا احكي لكم حكايه على في شخصيه تتكسر من الازمه وشخصيه مرنه في الازمه. واحده ست معدمه، بس انا ما اعرفش الست دي فين اني مور، يعني كانت قصه من 10 سنين، كانت دخلها قليل قوي قوي 50 60 جنيه في الشهر، وعندها عيلين وارمله. جوزها كان شغال في محل بيبيعوا احذيه، وبعدين ما كان ليه معاش ولا كان ليه اي حاجه، فكانت ممكن الكنيسه تساعدها شويه بس مش اللي يعيش يعني. عارفين كانت بتعمل ايه؟ عشان تعرفوا بس يعني ايه اقلال ويعني ايه مرونه. بقول لها عامله ايه مع الولاد؟ بتقول لي ده ربنا بعت لي حته فكره، عندنا مطعم بتاع فول جنبنا. كنت اروح اقول له ايه؟ اروح اقول له انت بعد ما بتخلص قدره الفول مش بتبقى فيها ميه فول؟ اقول لها بيتبقى فيها ميه فول. قالت له انا عاوزه ميه الفول، تدهاني بكام؟ قال لها لا اديها لك ببلاش تترمي. فكان يعمل لي 5 اكياس نايلون ميه فول. ميه الفول يا ابونا فيها طعم الفول، يعني لو حطيت عليه ملح وحطيت عليه نقطه زيت كاننا اكلنا فول بالظبط، بس ما فيش فول. فكنت الاقي بطاطسايه عفشه باقيه وجزرايه عفشه،
اسلقهم في ميه لوحديهم، وبعد ما يتسلقوا اهرسهم واسيب ميه الفول تبرد. يا ابونا ميه الفول لما تبرد تشد، واروح حاطه ده على ده واقول لهم يلا هناكل يا ولاد فول. يقول لها يا سلام. واحط يا ابونا بقى شطه، الشطه تضيع طعم اي حاجه، والعيال تاكل وتنبسط. شوف ربنا ساترها عليا ازاي. العيال دي في مدارس ودخلت ثانوي ومش عارفين ان هم متربين على ميه الفول. مش بتكلم على ميه الفول، انا بتكلم على مرونه النفسيه، انها بتحكي لي وهي بتضحك ازاي نصحى وساتره بيتها. بقيت الشعب عم كده، ابعد عني، ما تقوليش في ناس كده مرنه. المرن ما يتغلبش، عامل زي العود الطري، وفي واحد يتغلب. مرونه مرونه. احنا اتكلمنا على ايه في الازمه؟ حاجتين: الاقلال، لازم ندبر امورنا ونقلل فعلا يا ولاد. 2، المرونه. 3، نحس بغيرنا. من احلى ما في الازمه الاقتصاديه ان الانسان يفوق من انانيته ويحس بغيره. احنا بنشتكي، حد فكر في اخواتنا من سوريا اللي منهم ناس ماتت في البحار عشان يلاقوا شاطئ ما فيهوش ضرب نار؟ حد فكر في اخواتنا السودانيين اللي ما لحقوش يجيبوا ذهبهم من بيوتهم جوه ضرب النار وخرجوا مش عارفين هيوصلوا مصر ازاي؟ مين فينا شكر ربنا انه لسه في بيته؟ مين شكر ربنا انه لسه في بلده؟ هي دي هينة ان الواحد يسيب الشارع والبيت اللي اتربى فيه. مش سهلة يا ولاد. مفروض نحس بالناس، لان احنا بنتذمر على الله بسبب الايه؟ الازمة الاقتصادية. ولو شفت الناس دي حصل فيها ايه وخسرت ايه ودفعت ايه علشان توصل. بس ويقولوا لما كانوا بيخشوا حدود مصر الحمد لله لا اكلوا ولا شربوا بس حسوا بالامان. انت بتتذمر ان في امور ناقصاك، يا اخي حس بغيرك، حس بغيرك. ده في ناس لغايه دلوقتي كل يوم بتدكوا بالقنابل. لازم نحس بغيرنا. انا كلامي حتى للاغنياء، انت اللي كنت بتدفع العشور لسه بتدفع العشور في الزمن ده؟ طب ما تخليهم يا اخي 20%. ما انت كده كده بتشتكي، بس اللي عندك مكفيك، ومهما الاسعار ارتفعت هتعيش بنفس المستوى. بس في ناس مستواها قل. انت ناوي تعمل ايه؟ تغمض عينك عن المسيح الجعان ولا تغمض عينك على المسيح العريان؟ لازم نحس. الدكتور اللي بياخد في الكشف 500 جنيه، انا ما بكلمش حد وما بدينش حد، وانتوا عارفين ان انا مش كده خالص، بس انا بنادي باسم المسيح. صحيح الحاجة غليت عليك وانت التزاماتك انترناشنال وعندك حاجات كتيرة قوي، فانت عاوز تحافظ على مستواك فبتغلي الفيزيتا بتاع. يا سيدي خليها زي ما هي، اعمل معروف، ده الناس مش لاقيه. لازم نطلع بره انانيتنا. عارفين لما نبص لبعض ونحن على بعض في الظروف الصعبه ربنا يرفع عندنا الضيقه ويحن علينا كلنا. ولما كل واحد يقول يلا نفسي تحت سريري وخزنتي ودولاري في جيبي انا متدفي طلعت ناصع اوكي، في يوم من الايام يمكن اللي عندك ده ما ياكلكش حاجه برضه، محدش عارف. بس لازم نحس ببعض، لازم نحن على بعض حتى على مستوى الكنايس. كان قداسة البابا تودروس قال ان لما نيجي نحط ميزانية للكنيسة نقول تلت لإخوة الرب، تلت للمشاريع، وتلت للخدمة.
ممكن جدا الكنايس تاخد قرار لو الدنيا بقت صعبة والناس مش لاقية تاكل، توقف المشاريع شوية، تقلل 5% من فلوس الخدمة والخدمة هتكمل، ويبقى 15% دول يروحوا للناس اللي مش لاقية لا تمن دواء ولا تمن كشف ولا تمن أشعة. لازم نتغير، لازم نحس، ولازم نبتدي بنفسنا احنا، لان وصياتنا بتقول كده: ان جاع عدوك فاطعمه. امال اخويا اللي مش لاقي، مش معنى كده ان اي حد معدي، لا، احنا برضو هنتاكد ان ده محتاج وان ده كنيسته مسؤوله عنه ونتفاهم، لكن انا بتكلم على القلب، عاوز يدي ولا كل واحد هيقول يلا نفسي؟ ما ينفعش كل كنيسه تقول يلا نفسي، لان في كنايس شعبها غني وفي كنايس شعبها مش لاقي. لازم نخرج بره فكرنا، ده احنا جسد مسيح واحد عريان، جسد مسيح واحد جعان. احنا قلنا كم نقطة دلوقتي؟ 3. 1 إقلال، 2 مرونة، 3 نحس بغيرنا، 4 الإيمان والاجتهاد. يعني إيه الإيمان والاجتهاد؟ اعمل اللي عليك. احنا في زمن صعب، وأكلمكم كلام صعب. لما الدنيا بتبقى صعبة بصراحة، في ناس من اللي مشغلة ناس تتظاهر كده وتقول لك اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. أرجوك في الزمن الصعب اعرف ان القرش قليل والفرص قليلة. اوعى تسيب شغلك، اوعى تسيب شغل الا اذا كان في حاجة حرام تغضب ربنا، لكن عدا ذلك استحمل يا ابني، لان الزمن صعب. ما يستحملش انك تبقى عالة على حد، وما يسمحش انك ما تشتغلش وما تجيبش دخل، حتى لو بعض الناس الصعبة استغلت الظروف عليكم. اوعوا تسيبوا الشغل. 2 اجتهد انك تطور نفسك. ما تقولش انا امين. لو انت امين وبتمسح البلاط بتاع المصنع او الشركة بايديك الاتنين، وجي واحد يعرف كورس كمبيوتر احسن منك وبيعرف انجليزي احسن منك، هيحطوه فوقيك، وما ترجعش تقول ان الناس دي مش عادلة. انت بتطور نفسك، بتحسن مستواك في اي حاجة. كورس محاسبة، ده في حاجات دلوقتي على اليوتيوب بتعلم الاكسل وبتعلم معرفش بيعلموا ايه، يعني الكمبيوتر، الانجليزي ده. حتى انا مرة دخلت لقيتها بيقول لك انت عاوز تتعلم بلهجة بريطاني ولا لهجة امريكاني؟ ماشي صعيدي بس اعرف انجليزي، افك الخط. لازم نجتهد. ده مش زمن كسالة وموبايل وتيك توك، ده كلام فاضي. نمي نفسك، وانت نمي نفسك، لان الزمن صعب مش زمن رخو. الاهم بقى الايمان، ان عمره ما ربنا هيسيب ابدا. يمكن عاوز يعلمنا نحب بعض، عاوز يعلمنا نسيب شويه، عاوز يعلمنا الترك، عاوز يعلمنا التقشف، عاوز يعلمنا حاجات كتيرة. قابلين يا رب، بس احنا واثقين انك عمرك يا رب ما هتعمل اكتر ما بحكمتك اللي احنا محتاجينه من علاج، بس احنا واثقين وعندنا ايمان ان مهما كانت الظروف صعبة انت اله ضابط الكل. بصلاة ايليا نزلت المطر، احنا محتاجين نصلي، مش نحط ايدينا على خدنا ونقول الدولار بكام والسكر بكام والبيضة بكام. لا، محتاجين نقف نصلي. ده في طلبة في الكنيسة بتقول نجينا من الغلاء. قولوها يا ولاد كل يوم. حتى لو انت مستور، في غيرك احوج منك. انت بتشتكي ان اللي جاي مش مكفي، ممكن ما يكونش عنده حاجة جاية من أساسه، واللي جاي لازم يكفيك. الإنسان شخصية تقدر تتكيف على أي وضع، على فكرة دي في حتة المرونة. بس أنا عاوز أقولك خلي عندك إيمان، خلي عندك إيمان. الناس اللي عندهم إيمان بتشوف معجزات.
انا لسه هتكلم على موضوع الضيقه المره الجايه واللي وراها. اعتبروا الموضوع النهارده ده مقدمه للضيقه. انا لسه ما فتحتش الضيقه، ده انا بتكلم بس على مشاكل اقتصاديه. الضيقه جايه ان شاء الله. اتمنى اشوفكم الاربعاء الجاي. فهنتكلم عن الضيقه المره الجايه. لكن في كل الاحوال اللي عنده ايمان مطمن ولا عاتل هم حاجه وبيشوف عمل الهي لا تتخيلوه، ربنا بيعمل معجزات. اوعوا تفتكروا ان ربنا بتاعت ارمله صرفة صيدا لما دخلت ايليا بيتها وكان رجل الله بيقول لها انت عامله ايه؟ قال له انا عندي كحكتين عن شويه عجين هاكلهم واموت انا والواد. قال لها اعملي لي انا الاول. يعني ما اعرفش بلغه دلوقتي تتقال ايه، يعني ما فيش حياء. بس ده ايليا النبي، خلي بالكم، يعني اللي خطوط في المركبه الناريه، فما حدش يلخبط. لكن هو بس بقول لكم يعني ان هو اللي عمله ده الحقيقه بالبروتوكول لا ما ينفعش خالص انه يعمل كده. تصوروا الست عملت ايه؟ عملت له كحكه ياكلها الاول. الاول قال لها عشان اللي انت عملتيه ده في حاجتين هيحصلوا. نمره واحد، لا الزيت ولا الدقيق هيسيب بيتك. نمره اتنين، اللخبطه اللي في اسرائيل دي خلاص قربت تخلص. هو ما قالهاش كده بس ده اللي حصل بعديها فعلا. وتنزل المطره وتتشال المجاعه. ربنا ضابط الكل. كل شعره في راسك مترقمه برقم وهو حافظها وعارفها. وعلشان كده ما ينفعش ولاد ربنا يبقوا عتالين هم ولا متوترين ولا خايفين ولا محبطين، اللي هي النقطة اللي أنا ابتديت فيها في الأول. أنتوا ولاده في حدقة عينه، محفوظين بالاسم وبالإكليل اللي مستنيكي فوق ومستنيك فوق. اوعى تخاف، ربنا موجود. الزمن صعب، الزمن صعب. طب مش هنجيب شقق، هننصار، هنعمل أوضة تحت السرير، هنعمل أوضة في الصندارة، هنعمل أوضة خشب. معلش الناس مش هتغلب، بس احنا مش عاوزين نتنازل عشان مش مرنين. عشان كده قلت لكم الإقلال لازم يكون مع المرونة، لأن المرن ما يعرفش يقلل أي حاجة. طولت عليكم، ضايقتكم شوية النهاردة. أنا ما ضايقكمش، أنا استعرضت معاكم وضع، بس أنا بصراحة فرحان في كل الأحوال، لأن حاسس عندنا فرصة في الأيام الجاية نثبت لربنا إن بنحبه وواثقين فيه وبنحب أخواتنا، واللي عندنا ولو فايض حتة واحدة هنديها لواحد ما عندوش الحتة دي. لو انتوا عملتوا كده انتوا بتشهدوا أمام الله إن كنتم مسيحيين. سامحوني لو كلامي تقيل شوية النهاردة. ربنا يديني ويديكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد. يا أبانا الذي في السماوات